في سؤال بيقول لي ار يو ا مليونير؟ لو بالنسبه لكم ان المليونير ده بيبقى معاه مليون جنيه او اكتر، فيديو النهارده هبقى برد على اسئلتكم اللي انتوا سالتوها على الانستجرام. فلو انت او انت مش عاملين لي فولو على انستجرام، خشوا دلوقتي اعملوا لي فولو، هتلاقوا كل حاجه تحت في البايو عشان ما يفكوش حاجات زي كده. عشان الفتره الجايه هبقى بنزل اديوكيشنال وفري فاليو كتير قوي على يوتيوب وعلى انستجرام وتيك توك، فاعمل لي فولو عشان ما يفوتكش الحاجات دي. خش في الاسئله على طول. عاوز اعرف نفسي سريعا. انا جيكا، عندي 18 سنه. من سنه بالظبط كنت شغال حلاق، والحمد لله دلوقتي عندي الايجنسي بتاعتي، بعرف ادخل الكلاينتس بتوعي ملايين، وبعرف اعمل نفسي فلوس كويسه قوي الحمد لله في سن صغير. بس مش هقول كام عشان اخر مره قلت كام حصل حاجات كتير قوي مش كويسه. فيلا بينا نخش في الاسئله على طول. اول سؤال عندنا هاو تو لاند ماي فيرست كلاينت، او ازاي اجيب اول عميل ليا. ماشي، انا هقول لك انا عملت ايه بالظبط عشان اجيب اول عميل ليا. عملت بالظبط 3 حاجات. اوكي، بس عشان اجيب اول عميل، اول حاجه هي اللي اشتغلت معايا، ومش شرط عشان اول حاجه اشتغلت معايا تشتغل معاك انت، ممكن الطريقه الثانيه او الثالثه هي اللي تشتغل معاك عادي. اول طريقه انا عملتها وهي اللي انا كنت بعمل حاجه اسمها ورم اوت ريتش. ورم اوت ريتش ده من الاخر سالت كل الناس اللي اعرفها، سواء بقى كانوا اصحابي، اهلي، اخواتي، قرايبي، اي حد. ومش شرط ان صاحبك ده اللي يبقى عنده البيزنس، انت ما تروحش تسال صاحبك وخلاص، لا انت اسال برضو صاحبك لو يعرف حد عنده بيزنس، عشان برضو في كلاينتس من ضمن الكلاينتس رحت سالت واحد صاحبي، كنت عارف ان صاحبي عنده بيزنس، فرحت خليت صاحبي ده يكلم صاحبه. مش شرط يبقى صاحبه، ممكن مثلا تبقى حاجه بعيده قوي، ممكن يبقى صاحبك عنده قريب ابن عمه عنده بيزنس، فاهم قصدي؟ فمن الاخر انت فاهم الفكره يعني. مش شرط يبقى صاحبك ده اللي عنده البيزنس، فاسال حواليك واسال صحابك، اسال اهلك، اسال كل حد. لو الطريقه دي ما اشتغلتش معاك وفعلا سالت كل حد وما لقيتش اي حد، دي طريقه وهي الكولد اوت ريتش. الكولد اوت ريتش دي من الاخر انت بتبعت مسجز او بتبعت اوت ريتش، بتعمل اوت ريتش لناس انت ما تعرفهاش ولا هي تعرفك. واحسن مكان تعمل فيه اوت ريتش بصراحه من تجربتي هي انستجرام. معظم الكلاينتس اللي انا جبتها كانت من انستجرام، وخلي بالك عشان في ناس كتيره قوي بتجرب الحوار ده اللي هو ده يبعت مسجز على انستجرام وما يعرفوش برضه يجيبوا اول كلاينت ليهم. ليه؟ لان بكل بساطه هم مش بيبعتوا مسجز كفايه، اللي هو ممكن مثلا يبعتوا 20 او 30 او 40 مسج في اليوم. لا، اقل حاجه بالميت تبعت 100 مسج في اليوم. لو تعرف تبعت 1000 مسج ابعت 1000 مسج. كل ما تبعت اكتر كل ما الشانس ان انت تجيب اول كلاينت ليك او الناس ترد عليك هيبقى اكتر. موضوع بسيط. سؤال how much should I make to live in Spain؟ لازم ابقى بعمل كام عشان اعيش في اسبانيا؟ لو عاوز تعيش عيشه اللي هو بس يا دوبك تاكل وتشرب وبتاع وتبقى قاعد هنا، ممكن عادي تبقى بتعمل لك 2000 يورو اللي هم 100,000 جنيه. لو بتعمل 100,000 جنيه هنا، يعني مثلا السكن هيبقى ممكن تلاقي سكن ب 500 يورو، عندك 1500 يورو بقى في الشهر تصرفهم على اكل وشرب وترانسبورتيشن وكل الكلام ده. بس اللي هو مش هتعرف تتبسط قوي لان مش هتعرف تصرف على اكتيفيتيز او على اي حاجه تانية، تبقى يا دوبك عايش بس. سؤال ممكن تحكي قصتك بتفاصيل اكتر؟ يعني انت وصلت اللي انت فيه ازاي وايه اللي مريت بيه ومحتاج اعمل ايه؟ ماشي، هو سريعا كده قصتي وازاي بدات. انا بدات من الاخر احاول اعمل فلوس، ما كانش في دماغي اصلا موضوع البيزنس، كنت بس عاوز اعمل حبه فلوس علشان اللي هو ايه ابقى بصرف على نفسي. فبدات وانا عندي 16 سنه احرق لاصحابي، والموضوع كان في الاول بادئ كهزار يعني، ما كنتش واخد الموضوع جد خالص، لحد لما اكتشفت ان انا فعلا بعرف احلق. فبدات اخد فلوس من صحابي اللي هو كنت باخد مثلا 20 جنيه 30 جنيه. بعدها بدات بقى انزل كونتنت للحلاق او كده، والحلقات اللي انا كنت بعملها ومش عارف ايه، بدا يجي لي ناس غريبه كنت بنزل احلق لهم في الشارع. كده رحت اشتغلت في محل حلاقه علشان اتعلم يعني اكتر، وكنت عاوز افتح المحل بتاعي. وانا شغال بقى في محل الحلاقه ده كنت ببيع منتج للشعر على جنب. واحده واحده بدات برضو انزل له كونتنت، بس ما كانش جايب همه خالص، ما كانش بيجي لي سيلز خالص، كان هو مثلا في الشهر ببيع 1 أو 2. لحد بقى لما عملت المنتج ده ويب سايت وعملت عليه بقى ايه ميديا باينج. كنت ساعتها دخلت اتفرج على فيديو او فيديوهين على ميديا باينج، بدات على طول. اول ما بدات بقى اعمل بيد ادز او ميديا باينج على البرودكت ده، بدا يجي لي سيلز كويسه قوي قوي في اليوم. فبعديها خلصت بقى كل الستوك واشتريت تاني، وقعدت بقى ابيع منه لحد لما بطل يشتغل. بعدين بدات اعمل هو ورم اوت ريتش، انا اكلم ناس اعرفها اقول لهم انا بعمل 1 2 3 خليني مثلا امسك البيد ادز عندك. ففعلا كان واحد صاحبي عنده بيزنس، بدأنا نشتغل مع بعض. في أول 10 أيام عرفنا نعمل 100,000 جنيه، وده كان بالنسبة لي جنان لأن أنا أول مرة خالص أعمل 100,000 جنيه في 10 أيام. ده كان بالنسبة لي اللي هو حاجة مش كنتش مصدق ولا هو كان مصدق. بعديها بقى ايه، دي كانت التيرنينج بوينت. كل حاجه بدات بقى الحمد لله تكبر اكتر واكتر واكتر. لما بدات انزل كونتنت بدا بقى ناس غريبه تشوفني، فبدا ناس غريبه تكلمني اكتر واكتر. قعدت بقى اجيب واحده واحده كلاينتس، كل شويه اشتغل مع كلاينتس اكبر واكبر واكبر واكبر، الحمد لله لما وصلت بقى في اللي انا فيه النهارده ده. السؤال اللي بعده، ازاي بتقدر تمانج تبوست فلوجز مع الشغل الاساسي والجامعه بتاعتك؟ بص، انا الصراحه مقتنع ان مفيش حاجه اسمها انا ما عنديش وقت او مش فاضي، مش مقتنع بحاجه اسمها كده. يعني انا مثلا عندي جامعه من الساعه كام؟
بيبقى عندي من الساعه 11 لحد الساعه 6. بكل بساطه ايه اللي انا بعمله؟ عادي ممكن اصحى مثلا الساعه 6 ابتدي اشتغل 3 4 ساعات، بعديها مثلا برجع على 6 قول بريح ساعه، ببتدي بقى شغل من الساعه 7. الشغل ده بقى اللي هو ممكن بقى ان انا بصور كونتنت ايا كان، اشتغل مثلا من الساعه 7 لحد الساعه 1، تنام مثلا الساعه 1 تصحى الساعه 6، نفس الكلام. لو انت عاوز تعمل حاجه صدقني هتعرف تفضي نفسك ليها. السؤال اللي بعده، من رايك ايه هي بدايه الدخل الشهري الكويس؟ ماشي، بص السؤال ده بصراحه ده يعني تفرق على حسب كل واحد، على حسب اللايف ستايل اللي انت عاوز تعيشها. يعني في واحد مثلا بالنسبه له هو بيعمل 100,000 جنيه، هو عاوز يعيش لايف ستايل معينه، فال 100,000 جنيه دي هتعرف تكفر اللايف ستايل ده. انا بالنسبه لي الصراحه كجيكا اقل من 500,000 جنيه طبعا كده كده دخل حلو قوي، بس اللايف ستايل اللي انا عاوز اعيشها اقل حاجه 500,000 جنيه، وبرضه ده طبعا مش طموحي، انا ان شاء الله عاوز اعمل ملايين في الشهر. ايه هو الاد اكونت ستراكشر اللي انت بتمشي بيه؟ الاد اكونت ستراكشر اللي انا بستعمله بكل بساطه، بعمل تيستنج كله بيبقى اي بي او، بعمل سكيل هوريزونتالي وفيرتيكال. فيرتيكال ده انت بتزود بادجت على الادسات نفسها، هوريزونتال انت بتعمل دوبليكيت للادسات. لما تعمل دوبليكيت للادسات انا عن نفسي بغير الانترست اللي بتبقى جوه، او لو هي كانت مثلا برود فبعمل دوبليكيت واحط مثلا فور اكزامبل انجيج شوبرز او كلوذنج او ايا كان الانترست ايه. طريقه سكيلينج تانية برضو كويسه قوي قوي قوي، وفي ناس كتير قوي مش عارفاها وما بتستعملهاش ولازم تستعملها، وهي السي بي او سكيلينج. يعني ايه سي بي او سكيلينج؟ انت بتاخد اكتر 3 ادسات شغالين حلو في الاد اكونت كله، تعمل لهم كوبي تحطهم في كامبين سي بي او، والطريقه دي بتشتغل حلو قوي قوي قوي. السؤال اللي بعده، دخل الميديا باير او مرتبات الميديا باير كام؟ ملهوش اجابه صريحه خالص. في ميديا بايرز بتعمل 5000 جنيه، في ميديا بايرز بتعمل مليون جنيه، في ميديا بايرز بتعمل 200,000 جنيه. ده على حسب انت بتعرف تجيب قد ايه للكلاينت بتاعك. انت لو بتاخد برسنتج كل ما تجيب كلاينتس اكتر وتجيب لهم ريزلتس اكتر فهتعمل فلوس اكتر، فدي بتريلاي عليك انت. اللي بعده، لو رجع بيك الزمن هتتعلم ميديا باينج ازاي؟ انا دلوقتي لو عاوز اتعلم ميديا باينج، اوكي، اول حاجه اعملها عشان ابقى ميديا باير شاطر مش هخش اتعلم الميديا باينج نفسها الاول، اتعلم ماركتنج بشكل عام واي كوميرس بشكل عام عشان ابقى فاهم كويس قوي ايه اللي بينجح الميديا باينج. عشان لو انت مش فاهم غير في الميديا باينج ومش عارف اصلا ايه الحاجات اللي بتخلي الميديا باينج يشتغل كويس، عمرك ما هتبقى ميديا باير شاطر. فلازم تبقى عارف الحاجات اللي بتنجح الميديا باينج، لازم تبقى عندك باك جراوند في الماركتنج كويسه قوي قوي قوي، وفي الاي كوميرس والبيزنس عامه بشكل عام، تبقى عارف بقى يعني ايه برودكت ماركت فيت، يعني ايه اصلا برودكت يبقى عليه ديماند، ازاي تبقى عارف انيو برودكت اللي بيبقى عليه ديماند وازاي تسكيل على البرودكت اللي عليه ديماند ده. لازم تبقى فاهم كويس قوي في الكونتنت والكرييتيفز، لازم تبقى عارف ليه الكرييتيف ده شغال، مش بتشغل كرييتيفز وخلاص كده وسايبها على الله. وبعديها هخش على يوتيوب اتعلم بقى الميديا باينج نفسها. لو عاوز تتفرج على فيديوز على يوتيوب، انا عامل فيديوز كتيره قوي وفي فيديوز كتيره قوي نازله، خش على الشانل بتاعتي هتلاقيني منزل فيديوز كتيره قوي عن الماركتنج والميديا باينج. بتشتغل مع ستارت اب عادي، انا للاسف مش بشتغل مع ستارت ابس. ليه؟ لان بكل بساطه الستارت اب مش هيبقى محتاجني وانا مش هعرف افيد الستارت اب. لسه متابعك من قريب وعاوز اتعلم ابدا منين؟ عاوز تتعلم تبدا منين؟ زي ما قلت لكم ممكن تخشوا على اليوتيوب فيديوز، عندي نزل يوتيوب فيديوز كتيره قوي قوي هتفيدك وفادت ناس كتيره قوي، فخش اتفرج عليهم. وكمان لسه هنزل فيديوز كتيره قوي educational، فاعمل لي فولو واستنى الفيديوز الجايه. السؤال اللي بعده بيقول نيو اد اكونتس، يعني اد اكونتس جديده، بيكسلز، هاي سي بي ام، فيكس ستراكشر، how to use the traffic campaign in the right way. ماشي، تعالى نبتدي واحده واحده ونبتدي بالاد اكونتس الجديده. الاد اكونتس الجديده انا بصراحه بتعامل معاها اكنها زي اد اكونت تاني، مش بخش بقى اعمل ورم اب وبعمل، لا انا بخش اعمل سيلز على طول. ومن الاكسبيرينس بتاعي عادي في اد اكونتس جديده كنت بشتغل سيلز على طول والريزلتس كانت بتبقى حلوه قوي قوي قوي. مش لازم بقى تخش تعمل اد تو كارت كامبين وما اعرفش ايه كامبين، انا بخش اشتغل سيلز على طول. ماشي، انت كاتب بيكسلز بس انا مش عارف ايه يعني ايه السؤال عامه للبيكسلز، بس البيكسل لو انت مش عارف تربطها او مش فاهم اصلا يعني ايه بيكسل، كنت عامل فيديو يوتيوب على البيكسل فممكن تخش تتفرج عليه. هاي سي بي ام فيكس ستراكشر، السي بي ام دي اللي انت بتدفع كام عشان 1000 واحد يشوف الاد بتاعك فيزيكلي من جوه الادز مانجر، مش هتعرف تعمل اي حاجه. بس اللي هيحسن السي بي امز بتاعتك انك تحسن الكونتنت والكرييتيفز بتاعتك. الفيسبوك لو شايف الكونتنت والكرييتيفز بتاعتك حلوه فهيرخص عليك السي بي امز، بس لو فيسبوك مش شايف ان الكونتنت والكرييتيفز بتاعتك عامه والاعلاناتك حلوه فهيغلي عليك علشان هو مش عاوزها اصلا تظهر لناس كتير. اخر حاجه وهي ازاي تستعمل ترافيك كامبين صح. ترافيك كامبين ده احنا بنستعمله مثلا قبل لما نبقى عايزين نعمل سيل او حاجه، كل ببساطه انت بتشغله قبليها من اسبوع لاسبوعين، كل ما تشغله اكتر كل ما هتدخل ناس اكتر، فكل ده ما هيبقى حاجه احسن عشان بعد لما تبتدي السيل تعرف تعمل ريتارجت، تعمل ريتارجت لعدد اكبر. اهم حاجه وانت بتعمل الترافيك
في الكامبين تعملوا ماكسمايز في البرفورمانس جول، ماكسمايز نمبر اوف لاندنج بيج فيوز مش لينك كليكس. وبعدين لما تبدا سيل تبتدي تعمل لهم ريتارجتنج، كده اوتوماتيكلي الادز بتروح للناس اللي كانت داخله على الويب سايت. بس برضه ممكن تعمل كاستم اودينس وتعمل لهم دايركت ريتارجتنج. السؤال اللي بعده، في مكان اشتغل معاك حاليا؟ لا، بس ان شاء الله قريب في الفيوتشر هنبقى محتاجين ناس اكتر، فهنعين ناس اكتر، فبرضه خليك متابع الانستجرام بيج بتاعتي. في سؤال بيقول لي ار يو ا مليونير؟ لو بالنسبه لكم ان المليونير ده بيبقى معاه مليون جنيه او اكتر، ف مش هجاوب على السؤال ده. running ads for e-com or lead gen which is better؟ يعني نشغل ads لاي كوميرس ولا ناس تجيب لهم ليدز اللي هو مثلا ايه جيمات مطاعم؟ ايه الاحسن؟ مفيش حاجه اسمها ايه الاحسن، ده مجال وده مجال. في ناس بتعرف تنجح في ده حلو قوي وبتبقى ماشيه فيه حلو قوي، في ناس بتعرف تشتغل في ده وتنجح فيه وتعمل فلوس منه قوي. مفيش حاجه اسمها ايه الاحسن. شايف عامه في مصر الاي كوم اكتر، مفيش بيزنس قوي. يعني انت لو رحت كلمت مطعم وقلت له هجيب لك ليدز وبتاع، هو مش هيبقى فاهم اي حاجه، غير بقى لو مطعم عالمي، ومطعم عالمي ده هيبقى صعب قوي انك تشتغل معاه. عندي ستارت اب وميزانيته 250 جنيه في اليوم، يعمل بلاك فرايداي ولا لا؟ ولو هو لسه جديد احط مدن ولا مصر كلها ب 250 جنيه؟ بصراحه يعني بص، عشان ما اكدبش عليك، انت تصرف 250 جنيه في اليوم دي مش هتعرف تعمل اي حاجه بكل صراحه. مش تفرق بقى تحط مصر كلها، تحط كده اصلا انا عمري ما بحط مدن خالص، بسيبها مصر كلها. بس مش هي دي المشكله، 250 جنيه ده قليل قوي، مش هتعرف تعمل حاجه قوي بالبادجت دي. ماشي. السؤال اللي بعده، ايه النصيحه تديها لي؟ انا عندي 17 سنه وبدات في المجال ده والحمد لله دلوقتي معايا 3 براندز. النصيحه دي هقسمها لك لناحيتين. اول نصيحه، ان انت عندك 17 سنه مالهاش بقى علاقه بالميديا باينج، ما تحطش دماغك في الفلوس خالص وما تجريش ورا الفلوس خالص. انت لسه في سن صغير، فاكتر حاجه تركز عليها انك تتعلم وتجين اكسبيرينس ويعني تجت اكسبوز لحاجات اكتر وتفشل وتجرب وتقوم وتقع. جرب، لازم تحفرك كتير قوي في السن ده، لازم تجرب حاجات كتيره قوي. ما تجريش ورا فلوس، اجري ورا اللي انت تحسن نفسك، والفلوس بعد كده هي اللي هتجري وراك. النصيحه الثانيه اللي انت معاك 3 كلاينتس، نصيحتي ليك انك تركز معاهم كويس قوي وحاول تتعلم عليهم كويس قوي وتجيب لهم ريزلتس كويسه، كده تعرف تستعمل الريزلتس بتاعتهم دي انك تجيب كلاينتس تانية. عملاء اللي بشتغل معاهم في بدايتك بيكونوا مش قادرين يوفروا اللي ينجح البيزنس بتاعهم. بص، ما انت للاسف زي ما هم لسه بادئين انت لسه بادئ، فلازم تتعامل معاهم. يعني انا في الاول كنت بشتغل ببادجتس 300 جنيه في اليوم، لما كنت بقول لهم هنصرف 600 جنيه في اليوم كانوا بيشتموني. للاسف انت في الاول لازم تتعلم ولازم يعني تتعامل مع ده لحد لما ان شاء الله واحده واحده بقى ايه هتبتدي تجيب كلاينتس اكبر واكبر واكبر. دي مش تبقى مشكله ليك عشان انت خلاص هتبقى عندك اكسبيرينس وهتبقى بتعرف تشتغل مع كلاينتس اكبر. براندز الستارت اب عامه نسبه نجاحهم بتبقى قليله قوي. يعني انت مثلا ممكن من كل 10 براندات ستارت اب 2 بالكتير قوي هم اللي ينجحوا وتعرف تجيب لهم ريزلتس كويسه. لو خايف اني ابدا علشان ما اضيعش براند واضيع تعب شخص بسبب غلطه مني في الاول، اعمل ايه؟ بص، نصيحه مني ليك، انت لو خايف عمرك ما هتعمل اي حاجه في حياتك. ما ينفعش تبقى خايف، طبيعي، انت لسه بتقبل، يعني وارد انك تغلط، مش وارد، هو انت لازم تغلط. فانت لو خايف تشتغل مع ناس علشان تغلط، صدقني انت عمرك ما توصل حاجه لحياتك. اشتغل مع ناس واغلط وتعلم من الغلط ده وصلحه. طول ما انت عملت اللي عليك وبالزياده مع البراند وخلاص ما عرفتش تجيب له حاجه، اصلا عامه في الاول ممكن طبعا كده تبقى مشكله من عندك عادي. ممكن تبقى مثلا ايه لسه ما عندكش اكسبيرينس في حاجه ثانيه، عملت حاجه غلط. ده هي مش بتبقى غلطه الميديا باير على قد ما هو اصلا البراند ستارت اب مش احسن حاجه، وكمان نسبه نجاحهم قليله قوي. واحد بيسالني بيقول لي ايه احساسك اللي انت عملت حاجه في ناس عندها 30 و40 سنه لسه ما عملتهاش؟ بص، انا بصراحه شايف ان انا لسه ما حققتش اي حاجه قوي ولسه ببتدي. ان انا الحمد لله وصلت لمرحله كويسه قوي قوي قوي، بس انا شايف ان انا لسه ما عملتش اي حاجه. لو عجبكم الفيديو ده عايزين نعمل فيديو زي دي اكتر، اكتبوا لي تحت في الكومنتس. ولو عاوزين فيديوز معينه او عامل فيديوز على حاجه معينه قولوا لي برده تحت في الكومنتس. وخشوا على انستجرام اللي قولوا لي فولو دلوقتي، وعلى تيك توك علشان انا بنزل الاسئله. يعني كل الناس اللي سالت الاسئله دي سالوني على الانستجرام، فانت مش عامل لي فولو على الانستجرام خش دلوقتي اعمل لي فولو، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.